معجزة ظهور القديسة بوسيفين لطماف إيريني ورفضها لمساعدته. تعالوا نعرف هي ليه عملت كده. اللي حصل إن بعد 3 سنين من دخول طماف إيريني للدير اتنيحت والدتها وراحت أمرتها رئيسة الدير إن هي تروح عشان تعزي أسرتها ومعاها أمنا كريا اسكندر. فراحوا بالقطر اللي اتحرك الساعة 4 الظهر، وقبل ما يوصل لأسيوط عرف الناس كلها إن في قطر مقلوب، وراحوا نزلوا كل الركاب وهما بيتسابقوا عشان يلحقوا بقطر تاني على مسافة بعيدة، وكان الجو ضلمة قوي. فكانت طماف إيريني وأمنا كريا قاعدين بيصلوا ويستنوا شوية لغاية ما الزحمة تخف عشان يقدروا ينزلوا من القطر، لأن القطر كان بعيد جدا عن الرصيف، وكان لازم إن هما ينطوا من القطر عشان يقدروا ينزلوا ويطلعوا للرصيف. وفجأة لقوا قدامهم ظابط ملامحه مليانة هدوء وروحانية وسلام، وراح قال لهم: يا أمهات ما تخافوش، ربنا معاكم. فراحوا قالوا له: ربنا معانا ومعاك. فراح قال لطماف إيريني: اديني ايدك عشان تنزلي السلم. فرفضت وشكرته، وراح كرر الكلام لأمنا كريا، فهي كمان شكرته. وبعدين راحت مسكت بإيد طماف وراحوا هما الاتنين نطوا من القطر. والعجيب ان هما شافوا نور طالع من الظابط ده، وكانت طماف وأمنا كريا ماشيين بسرعة. فراح قال لهم الظابط: ما تخافوش، القطر مش هيقوم غير لما انتوا تركبوا فيه. وراحوا وصلوا القطر اللي كان زحمة جدا وكان فيه عساكر قاعدين. فراحوا قاموا ادوا التحية للظابط، فراح قال لهم: دول راهبات وتعبانين. فراحوا قاموا وقعدوا طماف إيريني وأمنا كريا، وراحوا شكروا الظابط جدا، وراح طلبوا منه ان هم يعرفوا اسمه. فراح قال لهم: انا ابو سيفين، واختفى. وكل اللي كانوا موجودين في القطر استغربوا جدا وتعجبوا من اللي حصل، وقعدوا يسألوا عن سيرة القديس الشهيد. وفضلت طماف إيريني وأمنا كريا طول الطريق بيحكي لهم قصة القديس الشهيد أبو سيفين. وفضلت طماف إيريني سنة كاملة في بيت أسرتها، وكانت بتشوف والدتها كل يوم، وكانت بترشدها تعمل ايه وما تعملش ايه. وبعدين رجعت للدير. بركة القديس العظيم أبو سيفين وطماف إيريني تكون مع جميعنا، أمين.